الملكية تنظم رحلات جوية متعددة إلى مناطق من الإقليم. مساء اليوم قامت مروحية عسكرية بنقل مواد غذائية ومساعدات مختلفة لعائلات قاطنة بمنطقة الحاج أحمر اللحية بالنفوذ الترابي لجماعة حوزة القروية. مساعدات رمزية في انتظار فتح الطريق البرية المؤدية للمنطقة وحصر الأضرار المحتملة. هذه المساعدات لاقت استحسان المواطنين. احنا لاحقين على هذه المساعدات اللي اعطتنا السلطات المحليه، رانا ساكنين عليها بالغ ولاحقين على الفريحه، لانها تشوف انها هي الحيه اللي لاحق عليها العلف ولاحق عليها الحيه المفقوده ولاحق على هذه الامورات كامله اللي احنا محجوزه في كل بلد، وشاكرين السلطات المحليه على كل اتجاه. شكرا لهذا الاتساع الحمد لله، ورانا مشكورين على مساكرينهم على هذا كامل اللي يعدلوا، والله يجازيهم بخير اللي تفقدونا. وفي جولة جوية عبر المروحية التابعة للقوات المسلحة الملكية تتراءى وضعية وادي الساقية الحمراء، حيث تناقص منسوب السيول بشكل ملحوظ، والطريق الوطنية رقم 14 قائمة بدور فعال في عبور المسافرين وشاحنات البضائع والسلع، والأشغال لا زالت بها على قدم وساق وبوتيرة سريعة تحت مراقبة ملتزمة ودائمة من طرف السلطات المحلية.